خسارة إفريقية للنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء. خسارة إفريقية مش عايز أقول مذلة، ولو إنها ممكن تكون مذلة، بهدف في الدقيقة 90 بخطأ كارثي من حارس. كان نفسي أقول إني مش هشجع النادي الأهلي ومش هتمنى الفوز للنادي الأهلي طول ما هو حارس مرماه، ولكن بيمنعني عن ذلك حبي للنادي الأهلي. ولكن في وجود الشناوي شيء بيقول لي اتمنى الخساره، لان الشناوي ما يستحقش يكون حارس مرمى النادي الاهلي، ما يستحقش يكون حارس عرين النادي الاهلي. كان يا مكان، وللاسف بيضيع اللي كان. كل دقيقه بيقعدها مصطفى شوبير على الدكه لصالح محمد الشناوي هي ظلم في حق مصطفى شوبير، هي ظلم باين في حق مصطفى شوبير. خساره للنادي الاهلي النهارده بسبب الشناوي اللي بمنتهى الرعونه وبخطأ كارثي بيدي الهدف للاعبي شباب بلوزداد على طبق من ذهب. هل الشناوي الوحيد اللي مخطئ؟ لا، عدي في السكه على لعيبه عندها تعالي وعندها تكبر على الكوره وعندها تشبع رهيب من الكوره، وخلاص الفرقه بقت فاضيه لهم ومبقاش في منافس ليهم والدنيا حلوت ليهم. عدي على السكه على مدرب ما بقاش عارف هو بيعمل ايه، ما بقاش عارف هو بيشتغل ازاي، لا تشكيل كويس ولا تبديلات كويسه او بدري اللي هو قمه الضحك. انت في الدقيقه كام و90 لسه بتعمل تبديلات لايه؟ في الدقيقه كام و90 بتعمل تبديل عشان تعدل نتيجه ايه؟ بتدور على ايه؟ بتفكر في ايه؟ اوصل في الاخر لمجلس اداره طموحه محدود، لمجلس اداره عمل انجازات بيقول انا عملت ومش بيفكر يعمل اكتر ومش بيفكر في اللي جاي ومش طمعان في نجاحات اكتر. هو اكتفى، هو استكفى، هو بخيل في الصفقات، هو بخيل في حق النادي الاهلي، وكأنه بيحوش او كأنه بيدخر فلوس في جيبه الخاص. ما تصرف، احنا عايزين بطولات، احنا مش عايزين ميزانيه، احنا مش عايزين رقم في نهايه السنه النادي الاهلي خزينته فيها كذا، احنا مش عايزين ده، احنا عايزين شكل كويس للفرقه. تعادل مع انبي المباراه اللي فاتت، خساره المباراه دي، فرقه من سيء لاسوأ. نتكلم فني او مفيش حاجه فنيه نتكلم عليها، بس هو ايه التشكيل ده؟ هو ليه مروان عطيه مش في التشكيل؟ هو الدبيس مركزه ايه في ارض الملعب؟ هو ليه العب بالدبيس اصلا كجناح؟ او انا مش فاهم انا بلعب بايه؟ ليه التبديلات متاخره جدا في الدقيقه كام و90 لسه فاكر تعمل تبديلات عشان اعدل النتيجه؟ انت حرفيا النهارده يعني فرقه شباب بلوزداد مع كامل الاحترام ليها هي فرقه سهله وفرقه في المتناول، وكنت تقدر النهارده بمنتهى السهوله تكسب وتضمن صعودك بدل ما المجموعه كده اتشقلبت كده. انت الماتش اللي جاي عندك هتطلع تلعب بره، مش هتلعب في استاد القاهره، فممكن تتعادل، ممكن تخسر، ممكن تلاقي نفسك قدام كارثه في المباراه الاخيره ان انت لازم تفوز، ان انت اتحطيت في ضغط اعصاب، اتحطيت في حاجه ما كانش ينفع تتحط فيها، وكان قدامك النهارده فرصه سهله جدا انك تخلص كل الامور دي. لكن ازاي؟ انا رايح اصلا العب على الخساره. النهارده كولر بالتشكيل اللي هو عمله بسيره للمباراه بقيادته للمباراه هو رايح يلعب على الخساره. لعيبه تعبانه، لعيبه ضايعه، لعيبه زي ما انت عايز تقول، بس كان ممكن جدا لو عملت تشكيل عادي، تشكيل طبيعي بدون فلسفه، كان ممكن الامور تكون افضل بكتير جدا. انا ضربها ستة وحرفيا هي مش شايفه قدامها، يعني هما ما راحوش بكره خطيره على المرمى، حتى كره الهدف مش خطيره. ايه يا عم كولر؟ زي ما قلنا خد من الشناوي للعيبه المستهتره لكولر اللي مش عارف هو بيعمل ايه لمجلس اداره بخيل في حق الفرقه. خدهم كده على باكج كده على بعضهم، الكل مقصر، الكل مدان، الكل بيفرط في حق النادي الاهلي وفرحه جماهير النادي الاهلي. كفايه، مش عايز اتكلم اكتر من كده. لكم بقى الكلام في الكومنتات. سلام على كده.